السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بفضل الله أنا أحسن شوي. تعبت أعصابي شوية لما شفت الفيلم، يعني عادت إلى الذاكرة جراح كثيرة. إن شاء الله الأيام القادمة ربنا يرزقنا وإياكم الخير والجبر، وأن يعصم قلوبنا. أنا أشكر كل التعليقات اللي بتعكس أخلاق من كتبها، وأتحسر على أخلاق بعض الناس، كيف السياسة لوثتهم. يعني إذا كنا مختلفين سياسيا ندخل في الأعراض وفي الأسرة وفي الكلام مش كويس. الدين المعاملة، حتى لو أنت بتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبتصلي وبتسوي كل الخير، لكن مجرد أنك تكتب كلمة مش كويسة ذنب كبير. موضوع العمل حقي، أنا الآن يعني أحاول بس أن أنا أكون بخير، ومش مسألة أنه ما بالله القناة هذا اللي نبنا أشتي أرجعها، لا، هي المسألة كانت مسألة كرامة، مسألة حق أدبي وحق يعني تحسها كذا أنه لو كان على الأقل في توضيح أنه ليش. وأنا سكت سنوات طويلة، راعيت أن أنا مشتيش أسوي أي إشكالية، خاصة أنه زوجي كان زميلي. طبعا هو كان زميلي قبل ما أتزوج، يعني أنا من مؤسسين القناة وكنت موظفة فيها قبل ما أتزوج، فما حبيت أفعل أي مشكلة أو أثير أي قضية. والرزق هو بيد الله، بس خياراتي في التوظيف خياراتي صعبة، بحكم أنه أنا مرتبطة بأسرتي الصغيرة اللي هي هنا. أنا ما أقدرش أصير المخا وأفلت أطفالي هنا في القاهرة، وما أقدرش أصير جهة ثانية أنا مش مؤمنة بها. لكن للحقيقة يعني والأمانة انضغطت أعصابي كثير علشان أمي وخواتي كثير، والضغط العصبي هذا أتعبني. فأصبحت الآن معي كيس علاجات. وصلت لقناعة أنه صحتك هي الشيء الوحيد اللي يسندك. ومسألة دموعي، أنا مش أنا دارية ليش أنا دموعي قريبة كذا جدا. يعني إحنا وقفنا وعلى مبادئنا وأخلصنا لوجه الله بدون أي مقابل، لوجه الله. يعني شيء أنت مقتنع به وبتفعل بأصلك، ما بتدورش وراه شيء. لكن كشفت لي أيضا يعني زملاء بيني وبينهم عيش وملح عيش وملح وسنوات طويلة. يعني تخيل زميلك من 15 سنة، من 10 سنوات. رجعت أنا بعد ما الحمل ثقيل على إحدى أخواتي في صنعاء، خاصة مع تعب أمي، أسأل الله تعالى أنه يكون معهن ومعي. أنا حتى الآن وأنا بنتكلم يعني التعب اللي مريت به يأثر حتى على عيوني أثناء حديثي. أصبحت أي توتر تشتد لي عينيها.
وفي كثيرين ظلموا، يعني في كثيرين ظلموا للأسف. ضريبة الوفاء والإخلاص كبيرة، لكن كفاية أنك بتحط راسك على المخدة وأنت بتحس أنك نظيف وشريف ومحترم ومش ظالم وما أذيت حد. هذه كمان يعني تهون شوية على الواحد. وبعدين جلست سنوات طويلة وأنا أشتي أفهم ليش، إيش معنى أنا إيش سويت، أنا في إيش قصرت لما كنت في الهاوية في صحتي. وبعدين حاولت كثيرا إن أنا أدرس، والآن الحمد لله أنا في مرحلة تجهيز الرسالة، وأسأل الله تعالى التوفيق. وأتمنى من المؤثرين في السوشيال ميديا أنهم يحاولوا يسلطوا الضوء على حكاية التعليقات المش كويسة، وكيف إن الواحد يقدر ياخذ حقه قانونيا ضد أي واحد يتطاول في السوشيال ميديا. لأنه أنا تعبت حظر سويت حظر قد لي يومين وأنا بنسوي حظر. الله المستعان. أسأل الله السلامة لي ولكم. دمتم بألف خير.